عليا حاجه ان انا قاعد اقول ايه، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم كده. قاعد بتفرج على ماتش الاهلي وسيراميكا، وفي الدقيقه 95 كالعاده كوره لو اتلعبت مليون مره مش هتتكرر. مليون مره. اخوك امام عاشور عدى وخد الباك في ظهره ولعبها بلياردو، راحت خبطت في العارضه وخبطت في المدافع بتاع سيراميكا ودخلت جون والاهلي كسب. عندهم مش نادي القرن، ده عندهم حظ القرن. يعني القرن ده الاهلي طمع في كل الحظ اللي فيه فخد كل الحظ اللي في القرن ده، القرن الافريقي والقرن الزمني وكل شيء. سيراميكا في اوقات كتيره كان ممكن يغير الماتش، انما تحس كده يا اخي ان هناك شيء ما لازم الاهلي يكسب، لازم. طب على فكره يا جماعه، لو كانوا لعبوا بينالتيز ضربات جزاء زي الماتش اللي قبليه ال 34 بينالتي دول اهو، تنقط. وانا قاعد والله اتنقط، قعدت اخبط، قاعد لوحدي اتجننت. ما انا قاعد اخبط انه كل مره نفس الحكايه. وبعدين الاهلاويه يقول لك ايه؟ يقول لك يا اخي ما هو الماتش ولا حاجه، الماتش كله ما كانش فيه حاجه. فيجي العو الاهلاوي بقدره قادر والكوره يعدي امام عاشور كانه حقيقي بصراحه عدى من خرم ابره، تحس ان هو كان بيعدي. بمعنى اهم شيء لفت انتباهي هو التناول الاعلامي لازمه فتوح مع نادي الزمالك. انا شايف في المجمل ان اعلامنا للاسف كان اعلام محرض، اعلام مغرض، اعلام مثير للفتنه، اعلام مشكك في امكانيات نادي الزمالك طول الوقت، اعلام كل قضيته انه يبيع ويوزع ويتكلم ويلم مبالغ وفلوس على حساب الزمالك وسمعه الزمالك ومستقبل الزمالك وسمعه لاعبيه، وكانه مفيش في الكره الارضيه الا نادي الزمالك. الكلام اللي انا بقوله ده مش افتراء، يعني مش محض افتراء على الاعلام المصري، لا هي في حالات فرديه، وطبعا حالات التجاوزات كانت كتير جدا. يعني زي ما الكابتن احمد شوبير لعب دور في انه ينقل امام عاشور ولا ينقل كهربا النادي الاهلي، كان برضه له دور في الازمه الاخيره لفتوح، وهو اللي كشف انه امام يمكن كان فتوح كان موقع لنادي زد، وهو اللي اكتشف انه الموضوع انتهى في زد، وهو اللي قال لك انه الاهلي مع فتوح وفي الحسابات موجود، ومشي وراه مجموعه من الاعلاميين للاسف الشديد جدا ما عندهمش مصداقيه. يعني مش فارق معاهم انه يطلع مصدق نفسه والناس تصدقه. يا جماعه قيمتها الاعلاميه ويسالوني كبيره جدا ان اطلع ازف لحضرتك خبر اكيد انا المردود المعنوي عندي يساوي مليار جنيه. انما ايه الفكره ان انا اطلع اكذب؟ الفكره ان انا اطلع اختلق خبر مش موجود، اقول على حدث ما حصلش. يعني يطلع اخونا امير هشام في قناه النهار في برنامجه اياه ويأكد انه الزمالك، انه النادي الاهلي حصل على توقيع احمد فتوح، لا وخد الجديد ده كلامه، كمان حصل على مبلغ مالي كبير مقابل انه هينتقل في يناير الجاي لفتوح. طبعا كلام، لو الكلام ده النادي الاهلي في ناس عاقله، وانا عارف انه ما كانش صحيح وما كانش حقيقي، لانه لو حقيقي الاهلي يتعرض للمساءله انه يمضي لعيب في قبل يناير وعقده هينتهي قبل المده القانونيه، فبالتالي كان يجوز لنادي الزمالك انه يقاضي النادي الاهلي. يعني لعيب بيحاول، بص عامل زي الدبه اللي قتلت صاحبها، بيجامل وبيطبل للاهلي، فكان هيضرب زي الدبه بالظبط، جاب طوبه وضرب في وش النادي الاهلي. لا الاهلي ده كان تجاوز وما يمشيش على الناس اللي هناك. فاسال نفسك الاول قبل ما تتورط في كلمتين تجمع بيهم شويه مشاهدين حواليك، ولما يكتشفوا ان اخبارك فيك هيبعدوا، ده طبيعي. اروح كمان لاخونا ابراهيم سعيد اللي فشل كلاعب كوره وفشل كاعلامي وفشل كل حاجه، انا ما عنديش علاقه بحياته الشخصيه مش هتكلم فيها، لكن هو فشل في كل شيء ممكن يجي على ذهنك. ده راجل مدمن فشل، غاوي فشل، طالع برضو اثناء الازمه بدل ما يلعب دور اللي لعبه احمد جمال ويحاول يقرب وجهات النظر ويحاول يعمل وفاق بين اللاعب وبين ناديه. عشان كده انا بستغل الفرصه وبشكر اخويا وحبيبي وصاحبي احمد جمال الزملكاوي المحترم على الدور اللي عمله
عكس الدور اللي عمله اعلاميين وصحفيين هم اهلاويه، وغصب عنهم بيحاولوا يقدموا خدمات لناديهم، بس خدمات ما طلبتش منك، ولما تعملها اعملها صح. كلكم طلعتوا قلتوا ان فتوح في الاهلي، وكلكم بتضروا النادي الاهلي. لو كان فتوح راح الاهلي فعلا، يعني لو فتوح كان راح الاهلي في يناير كنا هناخد فيديوهات حضراتكم ونبعت للفيفا، تعالوا يا جماعه شوفوا الدنيا ماشيه عندنا ازاي، والناس بتتعامل ازاي مع قضايا نادي الزمالك، والناس اللي بتمضي في اوقات غير شرعيه، واكيد كان في عقوبات. طيب، ويعني انت اكدت يا عم هشام، يا امير يا هشام، انه الراجل مضى للزمالك والموضوع منتهي، وجه دخل عليه ابراهيم سعيد قال لك لا خلاص ده في الاهلي وعلى مسؤوليتي وقبض الضحكه بتاعته اللي ما تعرفش هو بيقصد منها ايه، عامله زي ضحكه الاخوان، بس هو مش اخواني يعني، لا اقول له ميول تانيه جدا. وصحفي محترم واعد، اخونا محمد عراقي الصحفي الاهلاوي المعروف، راجل له مريدين وله ناس عشاق ومحبين له، وهو صحفي صادق على فكره في اليوم السابع. بس انا باخد عليه انه برضه طلع اكد ان احمد فتوح في النادي الاهلي، وفي يوم عمل بوست انا او فيديو على قناته على اليوتيوب، وقال فيه ان فتوح كان في جلسه بتجمعه مع بعض الناس في النادي الاهلي، وكان الخلاف على انه يرتدي رقم 13. للدرجه دي يا عراقي؟ يعني للدرجه دي كان الازمه بس جوه النادي الاهلي ان فتوح يلبس 13؟ انا عارف انك انت صحفي زيي، من حقك تجتهد وتتصل وعلاقاتك قويه واخبارك كلها صحيحه، ولكن جاي من النادي الاهلي، الاخبار الاهلاويه صحيحه، لانه النادي الاهلي مطبخك وملعبك، فما فيش شك، والمتابعين الكتير اللي عندك ليهم حق يتابعوك. لكن اتمنى يبقى في تحري للدقه في اي خبر جاي من خارج النادي الاهلي. يعني انا بقول الامثله دي، وفي تاني حالات كتير على فكره، في حالات اعلاميه كلها كانت بتراهن وبتؤكد وبتجزم وبتحلف بالطلاق ان فتوح في الاهلي. يعني غريبه جدا. طب ايه رايكم بقى بعد ده كله؟ ايه رايكم بعد اللي حصل؟ ايه رايكم بعد الاعتذار اللي طلع عمله الولد والتوقيع اللي في الزمالك وبشروط الزمالك؟ فيطلع البعض يقول لك اه ده مضى بس حقق مطالبه الماديه. لا يا سيد الفاضل، فتوح لم يحقق مطالب ماديه مبالغ فيها. ليه؟ لان الزمالك عمل عرف محترم جدا جدا، وهو انه يعمل سقف للتعاقدات لن يتجاوز ادخن عقد جوه نادي الزمالك ال 15 مليون جنيه. احمد فتوح كان بيطلب 30 ثم 35 مليون جنيه عشان يتساوى بزيزو. وانا بقى على مسؤوليتي الشخصيه زي انتم ما بتقولوا بقول لك انه مفيش لعيب في الزمالك هيجي باكتر من 15 مليون جنيه. ده اللعيب الفرز الاول، الدرجه الاولى، الدولي. انا ماليش علاقه باللعيبه المحترفين، ممكن لعيب محترف يجي ياخد طبعا اكتر من كده لانه بيتعامل بعمله صعبه، لكن بتكلم على اللعيبه المحليه. ومن زمان كنا دايما بنطالب ان يبقى فيه سقف للتعاقدات. الزمالك والاهلي وكل انديه مصر اصبحت ضحيه لمجموعه وكلاء لاعبين طماعين وجشعين جدا، حولوا مسار اللاعبين الى سلعه اغلى من الذهب. على ايه مش عارف. النادي الاهلي انت مش محتاج لعيبه بمليارات عشان تاخد دوري، انك من غير لعيبه هتاخد الدوري، ولو عم حارس دربك هتاخد الدوري، واحنا عارفين ان الدوري له